منذ صغري وأنا أحفظ سورة قريش، ولما علمت تفسيرها في الآونة الأخيرة خفت الله أكثر. السورة مكونة من 4 آيات لإيلاف قريش. هذه أول آية من سورة قريش تناقش مشكلة حياتية، وهي إلف النعمة. أول مرة أسمع عتابا من إيلاف النعم. كان أهل قريش معتادين على الفقر والجوع والحياة البدائية البسيطة، لدرجة أن عندما يصل أحدهم لشدة الفقر يأخذ أهل بيته لمكان يسمى بالخباء، يمكث فيه حتى يموتوا من الجوع كلهم. والعادة هذه في الجاهلية كان اسمها الاعتفار. وكان هناك عائلة كبيرة اسمها بني مخزوم، كانوا كلهم سيموتون من الجوع الشديد. وعندما وصل خبرهم لهاشم ابن عبد مناف أحد كبار التجار، استاء من وجود هذا الجهل والفقر في أهل البيت الحرام، فجاء هاشم بن عبد مناف وغير هذه العادة وقال لهم: أنتم أحدثتم عادة تذلون بها بين العرب، وأنتم أهل بيت الله والناس لكم تبع. فقسم القبيلة لعشائر، وأمر كل غني منهم لتقسيم ماله مع الفقراء من عشيرته، حتى أصبح الفقير مثل الغني. وعلمهم أصول التجارة، ونظم لهم رحلتين في العام، رحلة للشام ورحلة لليمن. في الشام علمهم تجارة الفواكه في الصيف، وفي اليمن علمهم تجارة المحصولات الزراعية في الشتاء، حتى جاء خير الشام وخير اليمن لمكة، وأصبح سكان مكة في حال أفضل، وانتهت ظاهرة الاعتفار. بدأ أهل قريش يكفروا بالنعمة لعدم شكر الله عليها. كفران النعم هو أن تألفها فلا تراها نعمة. فلما ألفت قريش النعم التي أنزلها الله عليهم، أنزل الله فيهم الأمر الإلهي بأن يعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم الله على الناس عموما لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الواحدة التي هي نعمة ظاهرة، وهي دوام النعمة، وهي إطعامهم من جوع وتأمينهم بعد اعتيادهم العيش في رعب وخوف من الموت. لا تألف فتجحد، لكن اشكر الله تألفك نعمته. افرح بنعمة الله عليك واشكرها حتى لو تكررت 1000 مرة، لأن مجرد دوام النعمة نعمة، وإلف النعمة وعدم شكرها جحود وظلم. ولتكن كلمة الحمد لله على لسانك في كل وقت، قلها بقلبك عن رضا واقتناع لما فيها من أجر عظيم. فالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.